انا مش بدخل اسم مصر غصب في الموضوع، مصر فارضه اسمها على مر التاريخ، وخاصه في موضوع زي كسوه الكعبه المشرفه. لما نزلت فيديو الوان كسوه الكعبه المشرفه جالي كومنتس زي دي. تعالوا نحكي الحكايه من الاول ونعرف مع بعض دور مصر الاساسي في تصنيع كسوه الكعبه. 20 هجريا بعد الفتح الاسلامي لمصر، طلب عمر بن الخطاب من عمرو بن العاص انه يصنع كسوه الكعبه من القماش القباطي المصري، وبيت مال المسلمين هيتحمل التكاليف. وطبعا القماش القباطي كان معروف جدا وقتها بجودته وفخامته، ومصر كانت دايما معروفه بجوده الاقطان والمنسوجات. واستمر الحال لحد العصر الاموي لما تم نقل عاصمه الخلافه لدمشق، ووقتها اتنقل تصنيع الكسوه لدمشق، وبعد كده فضلت سنوات عديده تتنقل ما بين الشام والعراق واليمن لحد بدايه العصر المملوكي. رجعت مصر تنال شرف صناعه كسوه الكعبه المشرفه. وقتها شجره الدر اهتمت بالموضوع بنفسها واطلقت فكره المحمل المصري، وهو كان موكب احتفالي بيحمل كسوه الكعبه وبيلف القاهره للاحتفال 3 ايام، وبعد كده بيتجه لمكه. الموكب ده كان بيحمل كسوه الكعبه وهدايا للحرمين زي المنسوجات والسجاد والشمعدانات الذهبيه والفضيه والاساس والمصاحف المخطوطه، وسره من المال فيها مبلغ مالي كبير من خزينه الدوله المصريه للانفاق على العلماء والفقراء وخدمه الحجاج. واستمر الحال لسنين طويله جدا كسوه الكعبه بتتصنع في مصر لحد عهد محمد علي باشا، اللي حصل فيه نقله قويه جدا، وهو انه حول تصنيع كسوه الكعبه لمهمه رسميه حكوميه موثقه. ففي 1818 انشا دار الكسوه، ودي كانت مؤسسه حكوميه مصريه مسجله في السجلات الرسميه لتصنيع كسوه الكعبه على يد امهر الصناع وحرفيين الخياميه. والحقيقه مش ده التغير الوحيد اللي حصل، لان في عهد محمد علي كمان تم انشاء اتكال مصريه في مكه، وبالتالي حصل شويه تغيرات على المحمل المصري، تم تنظيمه اكتر واضاف اليه المواد الغذائيه الاساسيه والمخصصات الماليه لتشغيل التكيه. واستمر الحال لحد 1962 لما رجع المحمل من غير تسليم كسوه الكعبه لاسباب سياسيه. وبالمناسبه الكسوه دي موجوده في المتحف القومي للحضاره المصريه. استنوا في فيديو جاي هحكي لكم اكتر عن تصنيع الكسوه وحرفه الخياميه.